دوراتي مارسيلو عند الكرة على الجهة اليمنى، مقطوع الكرة واصلة على الجهة اليمين، سافيج أمام الهلال حامل اللقب، الكرة اللعب عرضية ساقطة، يلعب كرة طويلة في الأمام، انطلاقة لصالح الخلود، سجل هدف في الدوري وآخر سجل في الكاس. الكرة ترجع لسالم من جديد، سالم مع الكرة يلعبها بعرض ليوناردو إلى ناصر الدوسري، ناصر يلعب كرة ساقطة لكن أو على مستوى اللاعبين المحليين بتاريخه. الهلال قصر باتجاه ناصر، وناصر الكرة هناك في الجهة اليسار بالطرف الأيمن، تقدم وكرة على الجهة اليمين، اللعبة تجاه سافيج، سافيج مرر كرة واصلة في صالح الهلال إلى صافرة، ومخالفة ركلة حرة مباشرة في مكان مثالي بالنسبة للهلال، مكان قريب من منطقة الجزاء عند خط 18. الهلال يحصل على كرة ثابتة، شوف الكرة من ليوناردو سالم يلعبها لسافيج، وسافيج بعرضية لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية في صالح الهلال. نصف ساعة أولى في شوط المباراة الأول، التعادل السلبي بدون أهداف. هذه اللقطة حكم المباراة يقول بأنه لا مخالفة. الكرة إلى جواو كانسيلو، وكانسيلو لعبها طويلة بالجروهي في كرة ثابتة وركلة حرة مباشرة، اللعبة لكن لاعبها ساقطة في منطقة الجزاء بالراس لكنها عدت ركلة ركنية. اللعبة الكرة في منطقة الجزاء مرت على الجميع، يفكر ماليا في مسألة التدوير. الكرة اللعب للهلال التعادل السلبي، ولو أنه بالنسبة لجيسوس إلى محاولة لودي، الله جول! الهلال يسجل أول أهدافه ويعلن عن استمراره بالصدارة، صدارته لا تقف عند حدود النقاط والترتيب، إنما صدارته على الألقاب والبطولات. الهلال لا يتربع على قمة الدوري فقط، بل يتربع على قمة المجد. هدف أول في صالح الهلال بعد عرضية أو تسديدة جاءت من رينان لودي، وصلت إلى كوليبالي، وكوليبالي في متابعة جيدة للكرة الماضية يسجل للهلال هدف الأول في المباراة، 1-0 بواسطة السنغالي كوليبالي الذي نجح في مالكم ياخذ كرة يحاول فيها، مالكم عدى وسدد، الله! مالكم يسجل الثاني للهلال. مالكم الحركة المستمرة في الملعب هي جزء من شخصيته في الملعب، مع كل مباراة وكل انطلاقة تجد مالكم يكتب قصة جديدة مع الهلال. الآن بتسديده يكتب قصة جديدة إلى جانب الهلال. شوف الكرة، المحاولة إلى مالكم، ياخذ كرة عدى فيها وتسديده في المكان البعيد، يضع الكرة في المرمى، وثاني أهداف الهلال في تسديدة تصعب على جروهي. الله 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 على كرة يا مالكم، مالكم يسجل هدف هلالي ثاني. الهلال وبأحلى صورة وبأحلى كرة ينهي مزيان موليدة مع الكرة، يعديها في الجهة اليمين لكن لا شيء. اللعبة الكرة إلى محاولة من بعيد وتسول، سالم ياخذ كرة على الناحية اليمين، حمداني الشمراني يلعب كرة لكنها بعيدة. كرة اللعب للهلال إلى محاولة اليسار، سافيج في تمريرة، اللعبة باتجاه سالم، وسالم سقوط على أرضية الملعب. حكم المباراة أشار إلى وجود ركلة ركنية في هذه الكرة لصالح الهلال. ركب مالكم على الجهة اليمين إلى سافيج، الهلال وعبر علي البليهي يسجل ثالث أهدافه في شوط المباراة الأول. الهلال يسجل من جديد ويستمر في كتابة الانتصارات، يسجل ثالث أهدافه، لا يتوقف الآن عن تسجيل الأهداف ولا عن تسجيل النقاط ولا عن تسجيل البطولات. الابتسامة الآن على جمهوره لا شك بأنها لا تعبر عن لحظة فرح عابرة، بل تعبر عن فخر بالفريق عامر. هذه الكرة مرة أخرى، التمريرة باتجاه علي البليهي اللي نجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال بالمباراة. ثلاثية صارت في مرمى الخلود، ثلاثية متروفيتش، التسديد الله
هدف في هذه المباراة سيتساوى مع رقم السهلاوي. الكرة ملعوبة إلى لودي، ولودي في كرة بالشباك وهدف رابع. لودي يسجل رابع أهداف الهلال من الجهة اليسار. لودي الذي يقدم نفسه بصورة رائعة في هذا العام، يتلقى كرة جميلة من سالم الدوسري وينجح في تسجيلها هدف هلالي رابع. شوف الانطلاقة في مباراة ينجح فيها المدافعين بالتسجيل، كوليبالي، البليهي، والآن لودي يسجل رابع أهداف الهلال على يسار حارس المرمى مارسيلو جروهي المثقلة بأهداف الهلال، شباك مثقلة بأهداف الهلال، ولودي يسجل رباعية للهلال، والهلال يكرم جماهيره بهذه اللعبة. تهول المخالفة محتسبة لسالم، سالم يلعب على مرمى الخلود، مالكوم ياخذ كرة في الطرف الأيمن عدى فيها الكرة لصالح الهلال. سالم الدوسري يخطف كرة لكن مخالفة، ركلة حرة مباشرة تعود معها الكرة لمصلحة الهلال بكرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة. وبطاقة صفراء أيضا حاضرة بهذه اللحظة، بطاقة صفراء. هل ذهبت البطاقة الصفراء لصوعان بالتدخل الأخير مع سالم الدوسري؟ سالم على أرسلها الكرة في صالح الهلال ناصر الدوسري، لكن كرة ناصر الدوسري فيها مخالفة، ركلة حرة مباشرة على ناصر وبطاقة صفراء أولى على الهلال تحضر على ناصر الدوسري بهذا التدخل، وبالتالي تحولت الكرة لصالح نادي الخلود في منتصف ملعب الهلال، والخلود يحصل على كرة ثابتة، كرة الثابتة لصالح الخلود. اللعبة إلى منطقة الجزاء بالراس الفيج مع مالكم على الجهة اليمين، مررها طالت وصلت في الجهة اليمنى وتسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة ركنية، لكن على ما يبدو بأن حكم المباراة محتسبا مخالفة ويقول بأنه في هذا المكان ارتكبت مخالفة، في هذا الموقع شهدت مخالفة، في هذا المكان يوجد كرة ثابتة، ليست هناك، ليست ركلة ركنية، هنا يوجد ركلة حرة مباشرة في الجهة اليسار. الكرة لسالم عرضية، كرة ثابتة في صالح الهلال. الدوسري يلعب كرة، لكن هذه المباراة الكرة اللعب على الجهة اليسار عرضية خطيرة ومحاولة نجح فيها الخلود من تسجيل هدف بعد عرضية. نجح الخلود في تسجيل أول أهدافه في المباراة، فرحة جماهير الخلود بتسجيل هدف بعد كرة عرضية جاءت من الجهة اليسار ومن أقصى اليسار. رائعة الكرة من صوعان، شوف الكرة من صوعان وشوف الانطلاقة القوية اللي كانت من همام الهمامي، اللاعب المحلي صنع